تخيل تصحى الصبح وتلاقي حاجة وقعت من السما، حاجة لمعة غريبة الشكل ومخلية الكل يسأل ده ايه؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة حصلت مؤخرا واكيد انتوا اخدتوا بالكم منها، واللي هي البوجاسفير، الكرة المعدنية اللي ظهرت في مارس 2025 فوق مدينة اسمها بوجا في كولومبيا، واللي قلبت السوشيال ميديا والإعلام. المهم إن الجسم ده اتشاف وخلى العالم كله يقف ويتساءل ده إيه؟ أول حاجة، حجم الجسم ده الصحف قالت إن قطرها تقريبا نص متر، يعني قريب من حجم كرة البولينج. تاني حاجة، لما جم يوزنوا الجسم ده لقوا إن الوزن حوالي 2 كيلو، ده رقم متسجل في تغطية صحفية، يعني موثق إعلاميا، لكن لسه مش نتيجة تقرير مختبر رسمي منشور. السطح بتاع الكورة مفيهوش لحمات ولا فواصل، كأنها قطعة واحدة، وعلى السطح فيه خطوط وحفر شبه رموز. الناس قارنوها برموز قديمة زي رموز كان اسمها أوغام رونز أو علامات مسوبوتامية. في ناس استخدمت ذكاء اصطناعي يحاول يترجم الرموز، طلعت ترجمة تقريبية عن حاجات زي الولادة والاتحاد والوعي، لكن ده تفسير مش قاطع. بعد كده اتعمل أشعات على الجسم ده، واللي اكتشفوه إن الجسم معمول من 3 طبقات معدنية مختلفة. جوه الطبقات دي في مجموعة كرات صغيرة، ناس قالت من 9 لحد 18 كرة مترتبة حوالين نواة داخلية. التركيب ده خلى العلماء يستغربوا، لأن مش حاجة بنشوفها في صناعة عادية. في حاجات أغرب كمان حصلت في الواقع، إن واحد رش مية على السطح والمية اتبخرت فجأة وطلع دخان خفيف، مع إن السطح بره كان بارد. قبل ما الجسم ينزل على الأرض، في فيديوهات وإشاعات وشهود قالوا إن الجسم كان بيتحرك في السماء بحركات عشوائية وانحرافات مفاجئة. الحاجة دي مش شبه حركة طيارة أو منطاد، ولو الكلام ده حقيقي ده معناه إن في نظام دفع أو تأثير فيزيائي مش معروف لحد دلوقتي. الناس قالت ممكن تكون درونات متراكبة، ممكن تكون تقنية دفع غير معروفة، أو تأثير كهرومغناطيسي على الهواء. وطبعا مؤخرا انتشر الكلام على السوشيال ميديا إن الوزن اتغير من 2 كيلو ل 8 أو 10 كيلو في أيام. بصراحة الكلام ده محتاج دليل قوي. العلم البسيط بيقول إن الكتلة الحقيقية ما بتتغيرش بسبب الحرارة، اللي ممكن يتغير شوية هو قراءة الميزان بسبب فرق الطفو في الهواء، وده فرق بسيط جدا بالجرامات مش بالكيلو. يعني لو حد شايف فرق كبير زي ده غالبا فيه غلط في القياس، وطبعا الكلام ده لازم يتوثق في مختبر كتجربة علمية قبل ما نصدقها. كمان في فيديوهات بتقول إن الكرة بتتجاوب مع ترانيم قديمة زي ترانيم اسمها سانسكريت، وإنها بتتهز أو بتلمع لما الناس بيغنوا الترانيم دي. الفيديوهات دي انتشرت على تايمز اوف انديا. لحد دلوقتي اتعمل بحوث للمجال المغناطيسي والإشعاعي، اللي نقدر نقول عليه دلوقتي اكتشفنا جسم غريب. عملت فحوص أولية وطلع تركيب غير مألوف، لكن الحاجات الكبيرة، هل هو فضائي؟ هل الوزن بتاعه بيتغير فعلا؟ وهل بيتكلم مع الأصوات؟ كل ده محتاج دليل علمي قوي. يمكن القصة دي خلصت، لكن الحقيقة لسه ما خلصتش. يمكن اللي شفناه النهاردة ما هو إلا بداية لحاجة أكبر بكتير، حاجة ممكن تغير كل اللي احنا فاكرينه عن العالم حوالينا. السؤال دلوقتي، انت مستعد تعرف ايه اللي جاي؟ فاكرين احنا لسه ما جاوبناش على السؤال الأهم، حصل ايه؟